بما اننا دلوقتي في ايام ذكرى حرب اكتوبر المجيده وشهر اكتوبر العظيم، وناس كتير طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن الحرب وكده، وقلت بلاش ان انا اجيب مشهد من فيلم واعمله دوبلاج كوميك زي ما بعمله، مش حلوه. بما اننا المحتوى الصوتي الخزعبلي الاول في مصر الحمد لله زي ما انت عارف، وعملنا كل الحاجات الجديده اللي انت تتخيلها، من تعليق لدوبلاج لانمي كرتون لكوميك لميكس لاي حاجه تتخيلها، فانا قلت احنا ليه ما نجددش؟ ليه مثلا ما قلدش اليهود؟ لا لا مش اليهود، الفنانين الكبار اللي قاموا بادوار اليهود في المسلسلات الجاسوسيه المختلفه مثلا. بص، اللي هتشوفه دلوقتي اعتقد ان هو هيبقى جديد. ليه؟ من حيث الشخصيات اللي احنا هنعملها، ومن حيث ان في ناس يعني اجيال جديده شويه ممكن تكون اصلا ما تعرفش اسماء الناس دي، ولو سالت حد من ابهاتهم ولا حاجه هيلاقي ان هو عارفهم لانهم كانوا ممثلين تقال قوي. يلا نجرب. اهلا يا اخويا جليل، اهلا. مسيو عزرا مستنيك تحت في المخزن معايا يا ابراهيم. اتفضل يا اخويا جليل، اتفضل. هذا يا فندي، موافق تبيع الساعه ولا لا يا حبيبي؟ واكون فاكر اورنو اللي ضيف السمحون انت اهبل وبرياله وهتاخد كل اللي حيلته وتمشي. لا، ايه اللي انت بتقوله ده يا يوسف؟ بص، النص كوبايه المليان اورنو، خليك ذكي. علب التونه والسلمون والكمبوت في حالات اللي زي دي هتروح فين؟ الجيش؟ بالظبط. انت عبقري يا يوسف. ودي الكارثه، اني شاركت واحد زيك اورلو. أدون سامحون، يشرفني أن أكون أول واحد يمضيلك على أوراق هويتك وأنت نازل هنا على أرض الوطن، وخصوصا أنا عرفت أن أنت من أصل كريم ووالدك راجل مليونير، عشان كده بدعوك تشرفني في أول زيارة يوم السبت على ترابيزة البوكر. أنا مش عايل يا شر عشان المشرين يضحكوا عليا. أنا قديم يا حبيبي، هنديله فلوس ونخليه يعمل عمليات ويكسب منها، ويا ويله يا ويله لو ما طلعش يا كوف، يا ويله. غلط يا مشي، غلط. المصريين لما بيحاربوا ما بيهمهمش انت تعدادك قد ايه او تسليحك ايه، عندهم عزيمه وايمان بكل اللي بيعملوه. العرب لو اتوحدوا يا مشي عمر ما هتقوم لنا قومه تاني ابدا. خليك فاكر الكلام ده كويس يا مشي، اوعى تنساه حبيبي.